مقترح يتضمن بناء مجمعات سكنية لكافة وزارات الدولة. وطلعت على التلفزيون العراقية برنامج الاتصال الساخن من الأستاذ علاء محسن. يعني كان قاعد محافظ بغداد، قلت له على محافظة بغداد تخصص قطع أراضي سكنية لكافة وزارات الدولة. بعدها تقوم وزارات الدولة بالتعاقد مع شركات أجنبية أو عربية وليست عراقية معروفة بخبرتها لإنشاء مجمعات سكنية تليق بموظفي هذه الوزارات. بعدها تقوم الوزارة بالتعاقد مع موظفيهم لإنشاء مجمعات سكنية تليق بهم مع استحصال مبلغ 20 مليون من كل موظف. بعدها تقوم وزارة المالية بتمويل هذا المشروع وتخصيصه على راتب الموظف لمدة 20 سنة. قلت له أسوة بإقليم كردستان. وين أخذ هذا المشروع بنظر الاعتبار؟ لا ننسى عوائل شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل